السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد، بس النهاردة بقى مش روتين، النهاردة بقى فيديو منيو أكلات الأسبوع. يعني كده تاخدي منها أفكار، لو تاخدي منها أفكار بقى لو انت محتارة تعملي غدا ايه النهاردة وكده. فحبيت يعني أشارك معاكم كل الأكلات اللي عملتها في الأسبوع دوت. أول حاجة كده بقى عملت صينية بطاطس بالكفتة. يعني أنا كل مرة بعملها صينية بطاطس بالفراخ، بس حبيت أغير المرة دي. يعني عملت الكفتة عادي زي ما بعملها، لحمة مفرومة وبصلاية، وتبلتها كده بقى بالتوابل، ملح وفلفل وبهارات كفتة، وعملتها يعني دواير كده. وبعد كده بقى عملت صينية البطاطس عادي، وحطيت عليها الكفتة من فوق، وبقى نزلت بقى الصوص بتاعها بقى على البطاطس نفسها. بجد كان طعمها حلو قوي. وعملت كمان جنبها رز بالشعرية. لازم بطاطس يعني جنبها، يبقى لازم جنبها رز بالشعرية، بس كان طعمها جميل جدا. وكانت أكلة يعني الأكلة دي قضتني كده على يومين. يعني الصينية دي عملتها كفتني يعني على يومين بس كده. ودي كانت أول أكلة بالشكل ده كده. تاني أكلة بقى عملت ايه؟ عملت بانيه، بس غيرت بقى المرة دي. كل مرة بقى بعمله مقلي وكده، فغيرت المرة دي عملت بانيه مشوي، وحمرت جنبه مكرونة. وما كانش عندي يعني ما كانش عندي حاجة السلطة يعني كلها، فكان عندي طماطم، فقطعتها كده بقى طرنشات كده، حطيت عليها ملح وكزبرة كده. وكانت بقى برضه دي كانت تاني أكلة. تالت أكلة بقى كده عملت مسقعة باللحمة المفرومة، وجنبها بقى مخلل لفت كده. المسقعة برضو بتقعد، يعني انا بعملها بتقعد معايا على يومين. يعني الاكلة دي برضو كفتني يومين، وهي اكلة يعني بجد تحفة. احلى حاجة يعني المسقعة كده بتأكل نفسها، بجد جميلة قوي. بعد كده بقى الاكلة اللي بعدها عملت ايه؟ عملت مكرونة بشاميل، وعملت جنبها سمبوسة بالجبنة، و... وكمان عملت جنبها سلطة. وحطيت كمان جنب الاكلة دي مخلل. طبعا المكرونه بشاميل ديت يعني محبوبة الجماهير زي ما بيقولوا كده، فاكله بجد يعني كل ما فيش حد ما بيحبهاش. وحبيت اعمل جنبها صنف كده السمبوسه بالجبنه يعني، وبس بقى، وسلطه ومخلل. وكانت اكله برضو تحفه. بس الاكله دي كانت على يوم واحد، لان أنا بعمل صينيه المكرونه بعملها اصغر يعني صينيه، فيعني كفتنا يوم واحد ساعتها. وكمان الاكله بقى اللي بعدها عملت ايه؟ عملت كبسه فراخ، رز يعني رز اصفر كده، والفراخ بس كده. والاكله دي بقى كفتني برضو على يوم واحد. اكله برضو في حله واحده كده، وسهله وسريعه جدا. ولو حابين تعرفوا طريقتها عرفوني في الكومنتات، واجيب لكم يعني طريقتها بالتفصيل. وعملت جنبها سلطه بقى كده، وحطيت جنبها مخلل. ايه الاكل بقى اليوم اللي بعد كده بقى؟ انا كان اليوم دوت كنت بقدم عند الدكتور، وما كنتش عامله غدا. وانا وجايه بقى كده جنب الدكتور في محل بيتزا يعني على اول الشارع بتاع الدكتور. فجبت بقى كده وانا جايه، قلت عشان مش هلحق اعمل غدا لاني جيت متاخر جدا، قعدت حوالي 6 ساعات عند الدكتور. فكنت جايه بقى مرهقه وجايه تعبانه، فقلت بقى اجيب الغدا معانا بقى وكده. ودي كانت بيتزا، بس كانت طعمها بجد تحفه قوي. البيتزا الشرقي دي انا بحبها قوي، احسن من البيتزا الايطالي يعني بمراحل يعني. بس كده بقى واخر اكله كده بقى عملت مكرونه طاجن، وكمان حمرت جنبها سمبوسة، حطيت جنبها مخلل. بس كده والفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، ان شاء الله استنونا في فيديو جديد. مع السلامة.